طبعا في لاب في مصر لتشييد الألماس. أنا كنت قعدت فترة بتكلم باسمهم في فيديوهات توعوية كتير جدا، وهم كانوا سنة 2025 بيحتفلوا بمرور 50 سنة على وجودهم في سوق الألماس لتشييد الألماس. وهي شركة اي جي اي. طبعا احنا عندنا كذا شهادة، عندنا اتش ار دي، عندنا جي اي اي، ولكن اي جي اي هي اللي موجودة في مصر. تقدري كمان ان انت لو معاكي حاجة ورثاها عن جدتك، حاجة بتاعت مامتك مش عارفة لها تفاصيل، المكان اللي اشتريتيها منه مش مطلع لها جرانتي، تقدري ان انت تروحي تطلعي لها جرانتي، بس عشان ما يختلطش علينا الامر مش فاتورة. الشهادة دي بتطلع بالتفصيل بتاعت لو في مثلا كذا كات للستون اللي معاكي، مثلا القطعة اللي معاكي فيها كذا كات، بيطلع لك تفصيليا، بيطلع لك الكالر بتاعهم، كان اتش، كان جي، كان اف، ايا كان. بيطلع لك هو الماس طبيعي ولا الماس لاب، هو الالماس يعني صناعي اللي هو الالماس المصنع في المعامل. كل ده بتعرفيه من خلال الشهادة او الجرانتي اللي بيطلع من شركة معتمدة، مش فاتورة المكان. الفاتورة اللي احنا بناخدها طبعا دي حاجة كويسة جدا، بتبقى فاتورة ضريبية بتضمن لي بس فكرة الريسيل، انا ببيع بعد قد ايه، بكسب قد ايه، في ايه. ولكن الشهادة او الجرانتي بتاع القطع الالماس هو اللي بيعرفني مواصفات القطعة اللي معايا، هل الفلوس اللي انا دفعتها دي كانت تستحق القطعة، ولا انا دافع اوفر برايس عن اللي كان يستحقوا القطعة. انت فاهماني؟ هي دي فكرة شهادة الألماس أو ضمان الألماس لأي حاجة أنا بشتريها. دول الثلاث شركات المعتمدين اللي أنا قلت عليهم، جي اي اي، اي جي اي اللي هي موجودة في مصر، و اتش ار دي.